أعزائي المشاهدين، نطل عليكم في هذه الحلقة من وادي القمر، وادي الغموض، وادي الثورة العربية الكبرى، وادي رم الغني بتراثه. والآن مع حلقة عن العريق اللي هو علاقة الإنسان البدوي في الإبل وحليب الإبل. فمثل ما تشاهدون الآن أمامنا أحد مربي الإبل، فنتحاور معه لحتى نظهر بنتيجة تسر المشاهدين إن شاء الله. أبو محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. علي مطلق محمد. نعم. أنت شاهدناك قبل شوية كنت تحلب الناقة، ودنا تحكي لنا عن لبن الإبل. والله بالنسبة للبن الجمال، هو اللبن الجمال هو شافي وأكثر الأيام مغني حتى عن الأكل، لأنه فيه فائدة وفيه صمود للجسم وفيه من جميع الشغلات الكويسة. لبن الجمال، لبن الجمال كانوا يعيشوا عليه أجدادنا من أول الدنيا، وكانوا يقعدوا 4 أيام و5 أيام وأسبوع وهم ما يأكلوا زاد، عايشين على اللبن. المروي المقيت مثل ما كانوا يحكوا عنه. المروي هو المقيت، نعم. يكفي عن الغذاء ويكفي عن الشرب، نعم. وعن كذا. ففيه جميع الشغلات الكويسة نجلها لبن الجمال. احنا بالنسبة إن احنا تابعين جدودنا، ما احنا متاركين هالعادة، ايوه، مربيين عندنا هالبل، والحمد لله الحليب بكثرة ونشكر الله. هذه الرغوة، والحليب اللي في الداخل كانوا يرغوا الرغوة وبعدين يشربوا نعم الحليب. كان يرغوا الرغوة هذه، وبعد ما يرغوها يشربوا من اللبن الصافي هذا. في طبية يقولوا، نعم، هذا في لبن البل. نعم، هذا فيه فوائد لجميع الأمراض الجسم، للمعدة. بالنسبة للإنسان اللي يشربها من أول مرة، الإنسان اللي يشربها من أول مرة إذا معه غش في جسمه أو في معدته بيخرجه، بعديها لو شرب ما يأثر عليه. أثناء وهو صاخر عندما ينحلب منها أمه مباشرة، نعم. من يوم ينحلب منها في الصحن وفي السحلة وتشرب منه على طول، إذا في معدتك مرض أو شيء بينظف معدتك تنظيف، يتحرك يعني. نعم. إذا يتحرك، نعم. هسه ودنا نعود للإبل اللي نعم. هي الأساس الموضوع. كيف بالنسبة للإبل، شو فصائل الإبل وشو أنواع الإبل وكيف تربيتهن، نعم. وكيف أعمارهن؟ الإبل إلهن 3 صفات. أول صفة من الإبل هي صفة الأصايل، تبعت السباق. الفصيل الأول هو فصيل الأصايل. الفصيل الثاني هذا هو اللي مش أصيل ولا لبن، المهجنات هذول اللي، نعم. الصنف الثاني، نعم. الصنف الثالث هو اللبن الخواوير، مدحر اللبن اللي زي هذا. الفائدة منهن للحليب، هذول فائدتهن للحليب، وفائدتهن يربن لحم أكثر من يربن الأصايل. الأصايل تلقاها دائما ناشفات ودائما خفاف، لا فيهن لبن ولا فيهن لحم، مشان السباق. فإحنا نقوم في الدور هذا، اللي زي هذه لبن بنتها اللي زي هذه بس تكبر ويصير عمرها فوق 3 سنوات، بندور لها جمل يكون في تبع لبن لحم، تبع من نفس الفصيل الخواوير، نعم. وبنلقحها منه، بعد ما تتلقح بتطلع بنتها كمان لبن، وهي تطلع لبن، تطلع خوارة. لكن أعمارهن يا أبو محمد، هسه أعمار الإبل تبدأ، ودنا نبدأ من أصغر. هسه الحوار اللي قدامنا هذا قديش عمره الحوار؟ الناقة يضربوها من أول سنة، وبعد 12 شهر بتجيب حوار زي هذا. طبعا وش وقت العشار؟ أو وقت العشار في وقت الربيع، في أولاده، وفي عشار في وقت الربيع دائما. من كل سنة في وقت عشار، في وقت العشار في الربيع، وفي أولاد في وقت الربيع، نعم. أيوة، العشار في وقت الربيع، إنه الأولاد في وقت الربيع قصدي. ابتلد الناقة اللي زي هذه ولدت قبل يمكن 5 أشهر. وش اسمه هذا اسمه حوار مصاص. هذا حوار إلى متى يقعد؟ لما يكمل سنة. هذا بس يكمل سنة يعتبر مفروض، يصير نعزله عن أمه، وبنضرب أمه يتلقح من جديد. شوف سبحان الله، سموه مفروض لأنه ينفرد عن أمه ويبعدوه عن حليب. لأنه ينفرد عن أمه ويبعدوه عن حليب، فسموه مفروض. بعد المفروض اسمه مربوط. ليش سموه مربوط؟ لأنه بعد المفروض يربطوه مشان يهيئوه للطبع. يقول لك أول صريمة يعني مفروض، ومن مفروض يربطه وبره،
السنة الثالثة. الثانية وبرها السنة الجاية. اي نعم. مي هذه اللي بعدها ياخذوا من وبر هذا وبيفتلوا للصريم ويرطوا فيها. عرفت كيف؟ بعديها يصير جذع. بعد المربوط يصير جذع. وبعد الجذع بيضربوه. إذا بكرة بيضربوه يعني وإذا جمل بيهدوه. طيب بعد الجذع وشو سنه؟ بعد الجذع يجي ثني. وبعد الثني رباع يطلع معها ثنتين يسموه الثني لأنه يطلع عن أول ثنتين سنين من أفهمه. ويسموه رباع. يصير عملية تبديل السنون. عملية تبديل. بعد ما يبدل الثنتين يطلع عن أربعة يسموه رباع. الرباع بيصير خماس. هذا الخماس اللي يفقع له ناب من هذا لهذا. ايوه خلاص اروس يعني باعتبار اروس. لا بعديه كمان يفقع ناب ثاني. ايوه الناقه اللي زي هذه يقول لك في ناب يطلع لها هنا اسمه الناب هذا اسمه العيصل. هذا بعد 6 حيرات بعد 6 ولدات بيطلع معها الناب هذا. يعني بعد ما يكون عمرها 10 سنين يطلع معها الناب هذا. بعد 10 سنوات ثاني بيختفي. لا اله. بيختفي الناب هذا. ايوه اذا فاتت ال20 ما في ناب لانه طلع على 6 ويدفن على 6. بدنا نسألك الإبل لها أصوات، يعني كل حيوان له أصوات، شو أصوات الإبل اللي تصدر هنا الإبل؟ أصوات الإبل في حدود يعني في حدود 5 أصوات. مثل لا إله إلا هو. تقول إنه قلنا العزوة. هذا الحنين. نعم. هذا اسمه الحنين. نعم. فيها الأرغى. هذا عندما تشد على بعير أو تربط بعير بيرغي زي أزعل يعني. نعم. ايوه. بالنسبه الهدير هذا للجمل يوم يكون هايج يكون سايق. نعم. يصير يهدر ويخرج اللهاه. نعم ويخرج اللهاه ويخرج الزبد ويصير يعني. بالنسبه للجضيض الجضيض يوم تكون محمله زماله. نعم. وعليها حمل وهد ثقيل او علف او شيء على ظهرها ثقيل بتظل الجلد. بصير الجلد. الحنين هذا وقت ايش لما يكون فيه فراق بين الولاية؟ هذا الحنين إذا فرقت بل كانت مع بعضها وطلعت بل عند بعضها أو فرضت ناقة عن ابنها زي هيك عزلته سمعت أو هو شاف بل جايه بيحن إنه يعني مشان إنه يكون قريب للجهة اللي هو كان معها أول. وهذا الموضوع اللي احنا اليوم نتحدث فيه هو جزء من وليس كل التراث. ويعطيكم العافية.